النهارده اول فيديو من سلسله لفه في اسيوط، وهنتكلم عن مركز نص الناس اللي منه في ايطاليا، وهو مركز مدينه ابنوب. تعتبر ابنوب من اكبر مراكز المحافظه من حيث المساحه. طب يا ترى هي ليه اسمها ابنوب؟ اسمها ابنوب عشان بتتكون الكلمه من مقطعين، اب ونوب، ومعناهم في اللغه الهيروغليفيه ارض الذهب. ابنوب فيها حوالي 17 قريه او اكتر، واللي منهم الحمام والسوالم البحريه والمعابد الشرقيه والمعابد الغربيه والعوامر وبني ابراهيم وبني محمديات وجزيره بهيج ونزله الجداديح. طب نتكلم شويه عن عائلات المعابد. بيرجع نسب عائلات المعابد اسيوط الى الصحابي سعد بن عباده الانصاري، ومنهم عائلات الشوافع، وهي من اعرق العائلات بالمركز. وتتصف عائلات المعابد بكافه فروعها بالكرم والشجاعه وكافه اخلاق العرب الاصيله. التعليم في ابنوب فيها حوالي 117 مدرسه في مراحل التعليم الاساسيه، في 63 مدرسه ابتدائي و36 مدرسه اعدادي و6 مدارس للثانوي العام، وكمان 3 مدارس فني صناعي وتجاري وزراعي. طب التعليم الازهري في ابنوب فيها مجمع ازهر من الابتدائيه الى المرحله الثانويه، وكمان فيها معهد خاص لتعليم البنات الى المرحله الثانويه، وكمان معهد خاص بتعليم الذكور الى الثانويه. طب يا ترى الصناعه في ابنوب؟ بيعتبر مركز ابنوب من اكبر المراكز الصناعيه في الصعيد، وده لان فيه مصانع شيبسي وكوكاكولا ومطاحن الحاج فرج ومصانع للادويه. تعالى بقى نبص على اثار ابنوب. اثار ابنوب بتتنوع بين الاثار الفرعونيه والقبطيه والرومانيه. في ابنوب موجود دير الشهيد مرمينا العجيبي، بين قوسين الدير المعلق، واللي بيرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي. والدير ده بيكون على ارتفاع 170 متر عن الارض، وعشان كده اتسمى بالدير المعلق لانه متعلق في حضن الجبل. طيب هي ابنوب اتذكرت في الادب؟ ابنوب اتذكر اسمها في روايه يوميات نائب في الارياف للاديب العبقري توفيق الحكيم. طب يا ترى الدراما؟ كمان اتذكرت ابنوب في اعمال دراميه، واللي منهم يوميات نائب في الارياف، وهو فيلم اصدر سنه 1969. كده يكون فيديو ابنوب خلص. منشن لصاحبك اللي من ابنوب، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين مركز ايه المره الجايه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لو على اليوتيوب، والاكسبلور والكومنت لو على التيك توك، واللايك والشير لو على الفيسبوك. وبس كده، سلام.